أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نبدأ نتجمع وإن شاء الله نبدأ نتكلم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نبدأ الناس كده تتجمع ونبدأ إن شاء الله نفتح موضوع اللايف بتاع النهاردة. نبدأ نتكلم في موضوعات كتيرة جدا تخص كرة القدم المصرية. نتكلم على سوق الانتقالات اللي موجود حاليا بالنسبة للأهلي والزمالك وكل فرق الدوري اللي موجودة. وإن شاء الله نقدر نتكلم باستفاضة كبيرة جدا عن الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. وطبعا أنا هستنى تعليقات حضراتكم على الساحة الرياضية إيه اللي داير فيها دلوقتي بالنسبة للانتقالات، بالنسبة للأخبار، بالنسبة لنادي الزمالك وكل المشاكل اللي بتحيط بنادي الزمالك. هنتكلم على الصفقات اللي جابها النادي الأهلي، هنتكلم على الصفقات اللي جابها بيراميدز، فيوتشر. كل الفرق بتستعد في زد صعد حديثا للدوري الممتاز، برضو عامل صفقات محترمة وجايب أسامي محترمة. شكل الدوري السنة الجاية هيكون عامل ازاي؟ هيكون في منافسة ولا هيبقى الموضوع زي ما بيخلص كل سنة؟ بيخلص من الدور الأولاني. الدور الأولاني بيكون الموضوع بالنسبة للمنافسة مش موجودة. عايزين يكون في افضل للكره المصريه. ده احنا شايفين ان دلوقتي الدوري السعودي بسم الله ما شاء الله نجوم العالم دلوقتي في الدوري السعودي. بيقدروا ان هم عارفين ان هم بيسوقوا المنتج بتاعهم ازاي، جايبين نجوم عالميه تجد انتباه العالم كله ان هو يتابع الدوري السعودي. احنا بنتمنى ان احنا يكون عندنا دوري مصري قوي، يكون في منافسه بين اكتر من فرقه سواء اهلي وزمالك وبيراميدز يخش معاهم مثلا فيوتشر. ونفسنا كمان فرقه شعبيه ممكن زي المصري بيدعم برضو بشكل كويس. زد قلنا جايب لعيبه كبيره واسامي محترمه تقدر تضيف للدوري المصري، عندها خبرات في الدوري المصري. شغالين بسياسه كويسه ان هو بدأ بقطاع الناشئين، ما اشتراش نادي جاهز. بدأ بقطاع ناشئين وبعد كده بدأ يتصعد درجة درة لغاية لما وصل للهدف اللي هو التارجت اللي هو كان عامله ان هو يوصل دوري ممتاز. ودي كانت هتكون في يعتبر بداية انطلاقه للمشروع اللي هو مخطط له. حابب اشوف تعليقات حضراتكم. آه، كل من هو بيدور بالكرة في مصر حاليا سواء من صفقات، انتقالات، الشكل العام بالنسبة للكرة المصرية في اللي جاي ايه. انا عايز اشوف بس تعليقات حضراتكم في مواضيع كتيره تخص الكره المصريه ونبدا ان احنا نتناقش فيها. انا بطلع بس على اساس ان احنا ناخد وندي مع بعض في الكلام. ما اخدش الموضوع مثلا في اتجاه واحد، لا هنتكلم على الكره المصريه عموما. انا راجل مشجع زملكاوي وبفتخر ان انا زملكاوي، لكن متابع جيد لكرة القدم. فبحب ان انا اتكلم في كرة القدم واخبار كرة القدم بندرسها وبنتكلم فيها بلغة الجمهور، لان انا واحد من الجمهور، انا مش صحفي ولا اعلامي، انا واحد من الجمهور. بحب كرة القدم، متابع جيد لكرة القدم. فبحب ان انا اتناقش مع اصحابي واخواتي في شكل الكورة دلوقتي، وشايف المنافسة السنة الجاية هتكون عاملة ازاي. الاهلي عامل صفقات كويسه جدا وهو عنده فريق متكامل من السنه اللي فاتت، وزاد عليه امام عاشور لعيب كويس جدا في نص الملعب، وكمان رضا سليم لعيب طرف تقيل. فالنادي الاهلي يعتبر هو مستعد تماما للموسم اللي جاي. نادي الزمالك عنده مشاكل طبعا ماليه ووقف قيد، وفي تخبط في نادي الزمالك غريب. يعني امير مرتضى منصور ترشح لرابطه الانديه، بعد كده صباح الفل يا محسن اوجي حبيبي منور الدنيا عليا يا اخويا، تحرمش منك يا محسن.
التخبط الاداري اللي في نادي الزمالك ان امير اترشح لكاس الرابطه، او هو النادي رشحه ان هو يكون هو اللي متحدث بنادي الزمالك او موجود باسم نادي الزمالك في الرابطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الدنيا يا باشا. ان رشح امير مرتضى لمنصب في لجنه الانديه. بعد كده امير رفض ان هو يخش، فضاع كرسي على نادي الزمالك في رابطه الانديه. الزمالك رايح لفين؟ الله اعلم الزمالك رايح فين. لكن الزمالك اللي انا بتكلم فيه ان الزمالك في لعيبه موجوده. كل اللي مطلوب من جمهور الزمالك ان هو يدعم اللعيبه اللي موجوده، لان كتير قوي على فكره، مش احتمال كبير قوي ما يبقاش في صفقات. يعني الاحتمال الكبير ان هنكمل باللي موجودين. برضو الزمالك نهى البطوله العربيه بشكل مش وحش، ممكن تبني عليه. انت كل اللي محتاجه في نادي الزمالك بوجهه نظر انا، انت عايز رقم 6 يكون تقيل قوي. عايز رقم 6 يكون لعيب جامد بمواصفات زي طارق حامد مثلا كده. وعايز لعيب 8، وانا شايف ان عودة اوباما ممكن يقدر يلعبها. عودة محمود علاء هتدي قوة للدفاع شوية. المعارين اللي عندك بره، اعتبر ان انت جبت دول صفقات جديدة. بس احنا كل اللي احنا بنقوله ان احنا ندعم اللي موجود، لان اللعيبة دي ناقصها ثقة كبيرة. في مشاكل محيطة كتير بلعيبة نادي الزمالك، مفيش استقرار حتى في التفاوض او في التجديد. اللعيب بيحب يلعب في الوقت المناسب. ربنا يوفقك ان شاء الله. يا عم ما تقولش كده، ربنا يطول في عمرك وان شاء الله تنور مرادك وتنجح باذن الله. ربنا يوفقك يا حبيبي ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله التوفيق وتحقق كل احلامك باذن الله. فاللعيبه شايفه ان مفيش مجلس اداره، تحس في افلاس، شبه افلاس في نادي الزمالك ومشاكل كتير. فاللعيب بيبقى قلقان، اللعيب محتاج يشوف جمهور نادي الزمالك بيدعمه. انا قلت فكره ان احنا ممكن ندعم لعيبه الزمالك، ان انت تقدر تنزل صور كتير قوي للعيبه الزمالك وتدعمها وتحسسها ان انت في ظهرها، وتبعد عن اي كلام بالنسبه بقى لمين اللي موجود، مين اللي بيدير، مين اللي ما بيديرش. احنا في ظهر نادي الزمالك بس. هنبدا ندعم اللعيبه اللي جايه. بيراميدز عمل صفقات جامده جدا. جاب لعيبه صغيره في السن يبدا بيهم مشروع مع الفرقه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت فيها خبرات كبيره. تقدر ان هي تنافس وتنافس بقوه. منوره يا تيتا، ما تحرمش منك يا تيتا. تبدا ان هي تخش في منافسه قويه جدا مع الاهلي والزمالك. يعني عندك محمد رضا بوبو، صفقه جامده جدا. انا كنت اتمنى انها تكون موجوده في نادي الزمالك. مهند لاشين لعيب كلنا شفناه في مع منتخب مصر لما خد الفرصه. كان بينبئ ان هو لعيب في مكانه وهيبقى رقم واحد في يوم من الايام. في يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر برضو لعيبه كويسه ولاعيب الكوره. فبيراميدز هيتعب الاهلي والزمالك كتير، ويخش كمان معاهم فيوتشر بيبدا يجهز للموسم برضو بقوه كبيره. عندك زد مشروع استثماري، الناس شغاله بشكل احترافي، بدات بقطاع الناشئين. بعد كده بدات تخش في درجه، تصعد درجه درجه لغايه لما وصلت للتارجت اللي هي محققه، اللي هي عايزه تحققه، ان هي تصعد دوري ممتاز. وبدات تشتغل على المشروع بتاعها اللي جاي، ان هو يعتبر مشروع استثماري بس بطريقه احترافيه وطريقه اوروبيه. شايفين شكل الدوري السنه الجايه هيكون ازاي؟ هيبقى فيه منافسة شرسة، ولا هيبقى كعادة الدوري المصري الفرق ما بتقدرش تجاري
دلوقتي يعتبر الاجهز النادي الاهلي، يعتبر من اجهز الانديه اللي جاهزه، اللي تقدر تقول السلام عليكم هنبدا الدوري. هنقول الاهلي، وبعد كده ايه، نستنى اللي جاي، نستنى بقى الزمالك تاني، نستنى فيوتشر تاني، نستنى بيراميدز، نستنى نشوف مفاجأة زد هيبقى شكلها عامل ازاي. عندك فرق شعبية طالعة زي بلدية المحلة. انا اتمنى ان الفرق الشعبية تبقى عددها كبير في الدوري، بتدي اثارة للدوري المصري، فرقة لها جمهور، بيبقى على طول اللعيبة بتاعتها عندها دوافع ان هي تشتغل عشان خاطر جمهورها، وده نادي شعبي زي النادي المصري، النادي الاسماعيلي اللي انا اتمنى بشكل كبير وكانت الممول الرئيسي يعتبر للنادي الاسماعيلي. نشوف البلدية، نشوف المصري، نشوف فرق جماهيرية بتفرق كتير. حصل. حبيبي الجزار وعمرو صلاح، لا ده في كمان في لعيبه اقدم من كده، في كتير طلع على فكره من كهربة اسماعيليه. احنا عندنا كان في منتخب السويس كان بيلعب ثلاثه، كنا جايبينهم من كهربة اسماعيليه، بس انا مش متذكر اساميهم والله دلوقتي. انت لعيب في كهربة اسماعيليه؟ ربنا يوفقك يا نجم. مواليد كام؟ ربنا يوفقك يا كابتن مصر، وان شاء الله باذن الله نشوفك انت منتقل فرقه في الدوري الممتاز باذن الله قريب، وتبقى من اللعيبه الكبيره ان شاء الله باذن الله. الانديه الشعبيه دي بتدي اثاره كبيره جدا للدوري، زي ما قلت لحضرتك، مواليد 2003 وخدت بطوله الجمهوريه اللي فاتت 2001. بالتوفيق يا نجم والله العظيم، وكل الدعم ليك يا حبيبي، وربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله باذن الله اشوفك في الدوري الممتاز وفي منتخب مصر في اقرب وقت. اللعيبه في الكهرباء الاسماعيليه من زمان لعيبه مجتهده، والله زي ما قلت لك في لعيبه كتير، بس الواحد معلش مش ملم، مش متذكر اسماء كتير طلعت نجوم والله العظيم كتير للدوري الممتاز، واسم كهربة اسماعيليه اسم كبير خلي بالك. انا عندي على صفحه على الفيس اسمي احمد اسماعيل، وفي صفحه تاني اسمها كلام في الكوره، وفي صفحه تاني اسمها كوره في الشارع، وفي قناه على اليوتيوب اسمها كوره في الشارع مع احمد اسماعيل. تواصل معايا يا نجم كده، وان شاء الله باذن الله تكون من نجوم مصر اللي جايين ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق ليك في كهرباء اسماعيليه، وكل التوفيق للنادي الاسماعيلي اللي انا بعشق كره النادي الاسماعيلي، كره ممتعه. زمن الفن الجميل يرجع تاني بالنسبه للنادي الاسماعيلي، وبالتوفيق لكل الانديه الشعبيه. اتمنى ان انا اشوف على الاقل 10 انديه شعبيه في الدوري الممتاز، والله العظيم صدقوني الموضوع هيختلف معانا كتير جدا. مفيش مشكله يا نجم، بص انت ممكن تخش على صفحتي ديت وانا هتواصل معاك بعد ما نخلص ان شاء الله. حارس مرمى باذن الله موفق، وباذن الله العظيم باذن الله ربنا يكرمك واجتهد واشتغل على نفسك وحافظ على نفسك، وشوف اقرص على نفسك في التمرين، ركز في الكوره بس، صدقني باذن الله ربنا هيكرمك، وان شاء الله باذن الله هتواصل معاك. انت ممكن تسيب لي مثلا رقم تليفونك في رساله على هنا على الاكونت بتاعي هنا، وانا هتواصل معاك، وربنا يوفقك يا نجم يا رب. ان شاء الله ربنا يوفقك، وزي ما قلت لك ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون
نجم في الدوري الممتاز قريب. وبيراميدز على فكرة ما بيحطش عينه على لعيب غير لما يكون لعيب كويس، لان هم شغالين على مشروع. وربنا وفقك يا نجم وتواصل معايا، وان شاء الله باذن الله يبقى لينا خير مع بعض باذن الله من غير مقاطعة، واشوفك لعيب كبير يا رب. احلى حارس مرمى في مصر، انت رقم واحد في مصر. كسبتهم 2-0 يعني، طالع كمان قدام بيراميدز ان انت برنس. ربنا يوفقك يا حبيبي، الله يصلح حالك. كلين شيت قدام بيراميدز، ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه يا رب. ما تحرمش منك يا حبيبي، واتمنى دعمك وانا ان شاء الله هكون في ظهرك، وباذن الله يكون اللي جاي ليك افضل، وتكون رقم واحد في مصر في اقرب وقت باذن الله من غير مقاطعه. حبيبي يا كابتن، نرجع تاني لمرجوعنا. بنتكلم على الدوري الممتاز. الدوري الممتاز لازم يكون فيه جماهيرية كويسة. لازم نبدأ ان احنا انت شفنا قلنا تجربة الدوري السعودي تجربة مكسرة الدنيا، لانه جايب نجوم العالم تلعب في الدوري. تمام، تلعب في الدوري. نجوم العالم كلها هتلعب في الدوري السعودي، فدي هتاخد انتباه العالم كله للدوري السعودي. الدوري السعودي بيلمع الدوري بتاعه، بيعلي نسبة مشاهدات الدوري. احنا عايزين نعمل حاجة مواصلة في مصر. احنا في مصر عندنا بسم الله ما شاء الله، عندنا جمهور، عندنا كل عوامل النجاح، عندنا لعيبة تقدر بس تركز في الملعب. عندك لعيبة عندها كورة. حبيبي ما تحرمش منك يا رب، هتواصل معاك حاضر. لعيبه عندها كوره، لعيبه ممكن تمتعك، بس تركز في الملعب بس، لان احنا بنشوف حاجات غريبه من اللعيبه. اللعيب دايما فائد تركيزه في الملعب، مركز في حته بعيد عن الملعب على طول. مشغول بالاخبار، مشغول بالسوشيال ميديا، مشغول بالكلام ده. لا، انا بقول لعيبه مصر كلها معلش، تعالى على نفسك، تعالى على نفسك وركز في الملعب. بس صدقني انت كواليتي عالي جدا، بس مشكلتك ان انت في لعيبه الشهره ما بيقدرش على الشهره، فالشهره بتقتله. مثال، انا عندي باسم مرسي، جت عليه فتره كان مهاجم رقم واحد في مصر. اول ما الدنيا الشهره زادت معاه بدأ يطلع بتصريحات تثير غضب الجماهير، بدأت الجماهير تزوم عليه. بدأ الجهاز الفني في منتخب مصر يزعل يتضايق من تصريحاته، بدأ ما يركزش في الملعب، لغاية لما دلوقتي كابتن باسم مرسي موجود ومش موجود. هو مقيد في الاتحاد المصري لكرة القدم وبيلعب وموجود، بس مش فين باسم مرسي بعد ما كان مهاجم رقم واحد في الزمالك، مهاجم رقم واحد في منتخب مصر؟ مفيش. انا بدي نصيحة للعيبة الصغيرة في السن، اعمل تاريخ. صدقني التاريخ هيجيب فلوس. الفلوس تشتري تاريخ، بس الفلوس بتخلص، التاريخ ما بيخلص. لعيبة مصر اشتروا تاريخ، وبعد كده سوق التاريخ اللي انت عملته هيجيب فلوس. ما تجريش ورا الفلوس. اول ما تركب سكة كرة القدم والشهرة ما تجريش ورا الفلوس. هو ليه الجمهور الوحيد في المنظومة اللي عنده انتماء؟ لان هو بيحب وبيعشق الكيان اللي بيشجعه، سواء جمهور اهلي، جمهور زمالك، جمهور الاسماعيلي، جمهور المصري، جمهور الانديه الشعبيه عموما. هو الاسماعيلي فرقه متعوده بتاخد مثلا بطولات كتير؟ لا، بس جمهورها بيعشقها. المصري نفس الكلام. الاهلي والزمالك قطبين كبار قوي. فانا خلي عندي انتماء، انتماء للتيشيرت اللي انا لابسه، وانتماء للجمهور، وانتماء للمكان. المكان كبير هيكبرك. طول ما انت اسمك مرتبط بالمكان الكبير هتفضل كبير. في لعيبه انتقلت من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي، انا بعتبره ده معلش يعني وقف لا مؤاخذه مثل شعبي على السلالم، ولا اللي فوق شافه ولا اللي تحت شافه. اول حاجه بتخسر الجمهور اللي انت كنت بتلعب فيه سواء الاهلي او الزمالك، وبتحط نفسك تحت ضغط
كبير قوي ان انت لازم تثبت ان انت لو رحت هتروح المكان ده وهتنجح وهتكسر الدنيا، فما بتعملش حاجه. ولو نجحت هيبقى النجاح وقتي، واما تيجي تبطل صدقني ولا الجمهور ده هيفتكرك ولا الجمهور ده هيفتكرك. فنصيحه للعيبه الصغيره، ابني تاريخ. التاريخ بيجيب فلوس. خليك نجم في مكان، ما تروحش مكان تاني وتحط نفسك تحت ضغط هنجح ولا مش هنجح. مش هتنجح، لان احنا ما عندناش الثقافه دي اصلا، واحنا الجمهور عاطفي شويه. يعني انت عايز تقنعني ان امام عاشور لعب 5 سنين في الاهلي وتألق وكسر الدنيا؟ هل جمهور الاهلي مقتنع ان امام عاشور اهلاوي؟ لا، هو ما جمهور الاهلي عارف ان امام عاشور اصلا مش اهلاوي، وهي لعبه استشوار. انا مسمي الكوره في مصر دلوقتي لعبه الاستشوار. اللعيبه دماغها مش في الملعب، اللعيبه دماغها في الشنطه والعربيه والساحل. طب ايه اللي بيحصل مع اللعيبه دي، وايه اللي بيوصل اللعيبه دي انها تعمل كده؟ معلش، اللعيب انت بتجيبه، مع احترامي لجميع الارياف، انت بتجيبه من الارياف، بيلعب له سنتين في الدوري الممتاز، الدنيا بتمشي معاه، بيشتروا له عربيه شقه على قده في، فاهم، في اي حته، التجمعات، الكلام. لسه لعيب يتالق يروح الاهلي والزمالك او بيراميدز، الانديه اللي بتصرف، اول ما يروح اقول لك انا ضحى عشان اروح. حقه، حقه يضحي عشان يروح اهلي وزمالك. ماشي، في الاول خطوه جميله، بعد كده الملايين تشتغل، يشوف ناس غير اللي كان بيشوفها، فنادق، طيران، معامله خاصه، نجم، اهلي وزمالك، بيراميدز، كلها ريتشات. فالدنيا بتتغير معاه. في الوقت ده اللعيب المصري عايز حاجه اسمها الثبات. يعني في لعيبه ناجحه جدا وهي مشهوره ومكسره الدنيا. طارق حامد عشان محافظ على نفسه قوي. احمد السيد زيزو عشان ملتزم ومحافظ على نفسه قوي. احمد فتوح في سنه لازم تتظبط. لازم افكر ان انا بدماغ لعيب كبير، مش كلمه توديني وكلمه تجيبني واسخن واعمل وفاهم كده. هو ايه اللي خلى شيكابالا ان هو ما مش اي حد يقول عليه اسطوره غير جمهور الزمالك مثلا، مع انه شيكابالا من افضل اللعيبه اللي مسكت ولمست الكوره في مصر. مصر مش هتجيب تاني شيكابالا، لان احنا ما عندناش الكواليتي ده، الحريف قوي ده ما عندناش. شيكابالا برضو كانت الدوشه في اول كلامه، فاهم، وهو العصبيه ما ودتوش في الحته التانيه. فنصيحه للعيبه مصر، استثمر الفتره اللي انت فيها، زي ما قلت لك الفلوس جايه جايه. جات الفلوس ما تغيرش اتجاهات، ما يعني ايه، ما تخلكش ان انت مش مركز، مش عارف تاخد قرارات، فتاخد قرارات غلط فبتقع ما بتقومش تاني. انت وصلك، بتقع ما بتقومش تاني. لا، انا عايزك تركز في الملعب، وفي نفس الوقت حافظ على نفسك او استثمر نفسك ان انت لعيب كوره بتلعب في الاهلي والزمالك، ما تطلعش بره الخط. حاول تقاتل ان انت تفضل موجود وتعمل تاريخ في المكان اللي انت فيه. هتفرق معاك كتير بعد ما تبطل، سواء هتشتغل في الاعلام، هتشتغل في المجال التدريبي، هتشتغل في المجال الاداري. المهم ان انت هتبقى طول عمرك متواجد في الوسط الرياضي واسمك معروف ومذكور. لكن هتتنطط شمال ويمين وتلعب 5 سنين في الزمالك وسنتين في الاهلي والعكس، عشان ضربات واعلانات وتمسك لك شويه فلوس، هتبطل كوره وهتتنسي، وعندك التاريخ يشهد. انا مش هقول لك ارجع كده للتاريخ، للعيبه اللي اتنقلت من هنا او من هنا، فينهم دلوقتي؟ بيطلع في برامج معلش يعني على قد حالها، ما بشوفهاش غير انا وامي.
ويطلع يحارب ويشتم في المنافس عشان يشوفوه. مش هنشوفك. انا مش انت اصلا من يعني ما صنتش العيش والملح في المكان اللي هو سبب شهرتك وجيت لي. انت اما تمشي مثلا من عندي او تبطل عندي، انا كبني ادم طبيعي انت خنت العيش والملح اللي انت كلته في الفرقه اللي انت رحتها. هتيجي معايا انا ازاي؟ فانا كل اللي انا جايبه ان انا عاملك فلفل شطه للمنافس، بتتحرق بشوطك. والله العظيم هو ده اللي بيحصل، ان اللعيب ينتقل من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي. والله العظيم بياخدك فرقعه اعلانيه، هو مش محتاجك فنيا، هو بياخدك فرقعه اعلانيه يعمل بيك الشطه والحرقان، واول ما تقع بالشلوت. والله العظيم كلام اللعيبه اللي انا بقوله اللعيبه ده، والله العظيم اقسم بالله هو ده اللي بيحصل. وفكر فيه واحسبها، وقاتل على المكان اللي انت فيه واعمل تاريخ فيه. هتفضل طول عمرك موجود واسمك في الوسط الرياضي، وهتفضل طول عمرك نجم، والناس هتفضل تحبك، والناس هتفضل تدعم فيك، سواء جمهورك او جمهور الخصم هيحترمك، لان انت انتمائك وولائك للمكان اللي عملك كنجم. وان شاء الله باذن الله انا نفسي اشوف السنه دي الدوري مختلف، دوري مولع، الدوري فيه منافسه من 5 6 7 فرق، يبقى فيه اثاره، يخليك مثلا انت قاعد مستني الماتش، تبدا تتابع الاهلي وتبدا تتابع الزمالك وتبدا تتابع فيوتشر وتبدا تتابع المصري. هتلاقي نفسك عندك رواج للدوري وعايز تتفرج لان فيه منافسه. لكن لو مفيش منافسه خالص، خلاص انت الشغف بتاع كره القدم في المنافسه، مفيش الشغف بتاع كره القدم. كره القدم بالنسبه لك مقتوله وميته. الكرة منافسة، والكورة في الأول وفي الآخر متعة. أتمنى إن السنة دي الدوري يكون مولع نار، ويكون فيه منافسة شديدة. وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وبإذن الله للكرة المصرية عموما. ورسالتي لنادي الزمالك وجمهوره نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك وكل من هو موجود في نادي الزمالك: أي خلافات شخصية خليها على جنب، كله يتكاتف من اجل نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك، انت جمهور نادي الزمالك، مش جمهور حد. مش هندعم حد، مش هندعم غير نادي الزمالك واللي موجود في نادي الزمالك. هندعم نادي الزمالك واللي موجود في نادي الزمالك. وعايز اقول لك تاني: اي حد يخرج عن خط نادي الزمالك، اي حد يخرج عن خط نادي الزمالك لازم يكون رد فعل جمهور الزمالك شديد. هيبقى انذار للكل ان الجمهور ورا نادي الزمالك. ما ينفعش تطلع تهاجم، ما ينفعش تقطع في لعيبه وانت بتنتمي لنادي الزمالك، ما ينفعش تقطع في اداره موجوده مهما كانت الاسامي وانت من نادي الزمالك. ما ينفعش تكون لعيب في نادي الزمالك ومشيت او هتمشي وتطلع تخبط في نادي الزمالك. يبقى الجمهور عمل ايه؟ الجمهور هيدي انذار شديد اللهجه لكل من هو هيخرج عن النص في نادي الزمالك. صدقني هيتعمل لك حساب، والله العظيم الكل هيعمل لك حساب. بص للاعلام، هو الاعلام بيقدر يطلع خبر عن النادي الاهلي فيك، او يقدر يطلع خبر حصل في النادي الاهلي؟ ما بتسالش نفسك ليه الاعلام ما بيقدرش يعمل كده؟ انت عارف الاعلام لو عمل كده مع جمهور النادي الاهلي، هجوم شديد، مقاطعات، ما بيسلمش في الشارع من الهجوم، مش قله ادب. هو بيهاجمه، بيقولوا لا الاهلي، لا الاهلي، لا. عارف انت لو عملت كده محدش هيقدر
على الاقل الاخبار اللي دايما اللي انا شايفها في الوقت ده على طول حزينه. خلاص في مشاكل في نادي الزمالك ماشي، كبيره وكبيره قوي كمان، بس انت مش كل شويه تدق عليها، مش كل شويه اعلام تدق عليها ده حصل وهيحصل وحصل وهيحصل وفلان راح كانوا قاعدين في الساحل مش. انا اول مره اشوف لعيبه الناس بتتكلم على تفاوضها في الاعلام وهي عقودها مع انديتها مستمره. اقسم بالله الكلام ده لو اتثبت لا يتوقف النشاط وناس تتغرم وقضي يتقفل وهتبقى قصه. لكن احنا ماشيينها في مصر هنا بالحب. اه بالحب. هو انت مش بتقول احمد فتوح قعد ومضى وبتاع؟ طب ما انا ممكن اخد الفيديوهات دي وابني عليها قضيه واقول لك ان الاعلام الفلاني بياكد ان في خبر واحد اتنين تلاته، واجيبك يتحقق معاك وتقول مصدر الخبر. فجمهور نادي الزمالك خليك في ظهر فرقتك، ادعم فرقتك، خليك ورا لعيبتك. والله العظيم اللعيبه عندها، بس الثقه واقعه، الثقه مفيش، الثقه بح. فلما يلاقي الجمهور في ظهره واللي موجود في نادي الزمالك متدعم، ماليش دعوه باسامي، انا مش هقول اسامي، انا ماليش دعوه باسامي، انا في حد موجود بيدير نادي الزمالك مهما كان اسمه على ذمتي زملكاوي، انا كجمهور ولا بختار مجلس اداره ولا رئيس نادي ولا الجمعيه العموميه المحترمه هي اللي بتجيب. يبقى انا المطلوب مني ايه كجمهور؟ هدعم اللي موجود، اسمه ما يهمنيش، انا ماليش دعوه، انا بدعم نادي الزمالك. دعم لعيبتك، خليك ورا الجهاز الفني اللي موجود. ان شاء الله باذن الله اللعيبه المعارين هتكون اضافه لنادي الزمالك، والثقه ترجع للعيبه واللعيبه تكون مركزه ونبدا موسم كويس ان شاء الله. ولو القيد اتفتح انا اتمنى ناصر منسي، ناصر ماهر هيفرق كتير جدا. اتمنى لو بن شرقي هيرجع مصر يكون في نادي الزمالك، واتمنى محمود حماده. الثلاث صفقات دول هيفرقوا كتير مع نادي الزمالك على الكواليتي اللي موجود مع المعارين اللي رجعت لنادي الزمالك. ان شاء الله هيكون الموضوع مختلف. وانا بشكركم على الدعم، وبشكر اخويا محسن اوجي، وبشكر كل الناس اللي دخلت، وبشكركم على الدعم وانا رب ما اكون طولت عليكم. ولو الكلام او الموضوع عجبكم يا ريت تدعموني، وان شاء الله باذن الله انعدكم بالايام اللي جايه بالتطوير الشكل العام، والموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها هتكون موضوعات مرتبه. وتصبحوا على خير، ويا رب ما اكون كنت ضيف تقيل عليكم.